عليكم الزلفلاوان. اليوم ندير لكم تاني توجور مع الحلويات الجافه. الافراح تاعنا نديرو كاطو معسله. يطيب بهذا المول تاع السيليكون، هذا كاري، هذا شوفوا، هذا ماشي وسخ، غسلته بالماء سخون كيفاش جاني. فوالا هذا المول. نستخدم المولين سيليكون كاري. هذه عسل، هذه تشرس الكراميل، الكاوكاو، هذا هي هذا. نروح على المقادير بتيت سكينه. شو لي زانغريديون: صعيغ ازقن البير الكاوكاو، صعيغ ازقن البير الجنجلان مسوده، الجنجلان نيغريه يعني إزا، صعيغ 125 غرام المارغرين، صعيغ ثاغ نجاوث سكر كلاص، ثاغ نجاوث ندممت، ثمن لا تكون كماليث وحيد وفارز، صعيغ سنيت غنجاوين حلوة الطرك، ازقن باكيت لا لوفير، ازقن البير الزيت. نعاود، عندي نص كاس كاوكاو، عندي نص كاس جنجلان محمص، عندي نص باكي خميره كيميائيه، عندي مغرفه كبيره تاع سكر كلاص، مغرفه عسل، من حلوه الترك، جوج مغارف تاع حلوه الترك هكذاك، عندي صفار زائد بيضه كامله، عندي نص كاس تاع الزيت. نجمع المقادير بالفرينه ومن بعد نوليو نجمع غاك وينيس الفرينه نقول. شوفوا البنات، درت لي بول تاع 40 غرام ندير لهم هنا في المول. انا درت ديجا عمرت المول تاعي 40 غرام، نديرهم هنا نستهم هنا. مثلا نغلي بول 40 غرام تسكر ضيين يا المولين سيليكون، تونعغ مره تقرا الكوشه هذو وانت بعد نقل وقت السينام كي لازم نخدم. نديرهم في الفور يطيبوا ومن بعد نوليو نشوفوا كيفاش نكملوهم. بنات هذيك المعسله كيفاش جاتني، عسلتها كي طابت، عسلتهم درتهم الكونفيتور من فوق، درتها بالكاوكاو. من بعد في هذيك الفراغ درت فيه كراميل بصح هذا الكراميل تاع لنا ماشي مليح، هذاك الطوفيه تشربوا كاع الحبه تاع الحلوه. زدت من فوق لا كونفيتور ما تروحش، يعني شوي ديسي دو ريزولطا بصح. درت ان بون طرافاي الحمد لله، عجبوني حتى لا كليونطه لي ساتيسفات. درت هادو لي بتيت كويير وشوكولا من فوق كديكور، تجي بنينه مليح. ان شاء الله تعجبكم طريقتي. عسل ثنتي وانت عسل ثنت، ومن بعد سقط ثنتي قطران سكراز نتلا كونفيتور سوفلا غرات نتق الكاوكاو، ومن بعد شو غاست المسني لي كراميل مي بصح الكراميل طوفيه شويه كان ثقطوتني تسوى ثاكويت، ومن بعد راني غاسوفلا لا كونفيتور ديكوري هكا الشوكولا سوفلا هذايا ويد الطابع ويد لا كويه غيثور نجيو ثيد الطابع سكرايس الشوكولا مي غتقور سكرات الديكور. ان شاء الله هاك تعجب. هاتايا انا تهدو غير حب السيزيام ودي كيديو من السيزيام العقوبه البام ذا الباك. هاتايا الى اللقاء الوصفه القادمه ان شاء الله. كنت جاك الخير لهنا.